اللي هو يعني لما اعلنوا عن مباراه النادي الاهلي والزمالك في قرعه الدوري، فادمن نادي الزمالك قال لك ايه، بس تعالى يا رب انت تيجي. يعني تخيل ان ادمن نادي الزمالك، واضح انه يعني النتائج بتاعه نادي الزمالك مع النادي. طب يا اخي انت مش شايف ان النادي الاهلي وهو ما بيجيش حتى اعتراضا على بعض الامور في الدوري؟ ف معلش يعني تقدر تقول انت كده كزملكاوي جميل، يعني كزملكاوي جميل نتائجك مثلا مع النادي الاهلي مقويه قلبك، يعني تقدر تقول لي كده يعني ايه القصه؟ يعني ايه القصه مقويه قلبك نتائجك مع النادي الاهلي؟ النادي الاهلي وهو ما لعبش معاك الماتش اللي فات. عايز اقول لك كمان ان في حاجه في تعليق يعني قالوا صديقنا العزيز محمد فارس، قالك بمناسبه البوست بتاع صفحه الزمالك على الديربي وجمله جاست بي زير، قالك عايز اقول لك ان في اخر 30 او في اخر 20 مواجهه بين الاهلي في الدوري، قالوا الاهلي فاز في 12 مباراه والزمالك فاز في 3 مباريات والفريقين اتعادلوا في 5 مباريات. انت ايه قصتك يا جدع؟ انت ايه قصتك؟ انت يعني هو لمجرد انك عايز تقصف جبهات وخلاص؟ مجرد انك عايز تقول ان انت يعني تعالى بس يا اهلي طب انا هاجي؟ هل من الضروري أن نعود بالحديث إلى أيام مذبحة القلعة؟ ما شأننا بالنتائج منذ 20 أو 30 أو حتى 70 مواجهة؟ نحن نتحدث عن آخر 6 مواجهات، هزمت في واحدة وانسحبت من أخرى وتعادلت في البقية. إذن من الطبيعي أن يسخروا منك، ومن الطبيعي أن يقولوا لك على الله تيجي. واهم موضوع احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو موضوع احمد نبيل كوكا، ولازم الحقائق تتقال زي ما هي حتى نهايه اليوم. احمد نبيل كوكا حط الامور كلها قدام النادي الاهلي بفكره انا عايز امشي، انا مش هجدد عقدي، الموضوع منتهي. العرض اللي جالك من قاسم باشا اتمنى انك توافق عليه، واتمنى انك توصل لاي رقم انت عايز توصل له، ولكن ما تبوظليش صفقه، عشان انا ما عنديش اختيار تاني. الاختيار اللي قدامي ان انا عايز اروح الدوري التركي، وانا العقد اللي ليا معاك مش فاضل فيه غير سنه، والسنه لو انت ما قبلتش العرض اللي جاي لك انا همشي. هتيجي تقول لي طب هو حاطط النادي الاهلي كده ما بين المطرقه والسندان، اللي هو يعني انت لو ما وافقتش على العرض الهزيل اللي موجود قدامك انت مش هتمشي. عارف العرض الهزيل اللي جه للنادي الاهلي اللي زي ما قلت لك ان كان النادي الاهلي مستغرب ان العرض اللي كان جاي له في اليومين اللي فاتوا بالبونص وبكل التفاصيل بالامتيازات ما كانش معدي 600,000 دولار. انا عايز اقول لك ان الرقم فعلا اللي موجود في الورق واللي بدأ مع النادي الاهلي كان 400,000 دولار، والنادي الاهلي كان تعامل مع الامر اول ما جاله يعني انت ايه التهريج ده؟ اكيد احمد نبيل كوكا مش هيوافق ان تبقى دي يعني قيمه انتقاله للنادي التركي. فالنادي الاهلي بدا بالرفض العرض، ففوجئ ان كوكا بيقول لهم انتوا رفضتوا ليه؟ انا موافق. يا ابني دي مش قيمتك ولا قيمه لعيب دولي المفروض. قال لك طب انا لو كنت لعيب دولي معاكم وانتوا كنتوا بتدوني 2 مليون و800 الف جنيه، قال لك يا عم مالهاش علاقه باللي انت كنت عامله مع الكابتن محمد رمضان وهنعوضك وهنديك 6 مليون جنيه عن كل موسم. قال لهم لا انا مش عايز اقعد، انا عايز امشي، الموضوع بالنسبه لي منتهي. فرجع النادي الاهلي بناء على شغل الوكلاء، الناس خلوا قاسم باشا يبعت للنادي الاهلي تاني ويقول لهم طب احنا عندنا منفتحين ان احنا نزود العرض، طب بالبونص، طب مش عارف مين، طب 600,000 دولار. النادي الاهلي بقى بلغ كوكا قال له بص انا كنت طالب فيك 1.5 مليون وكنت هتكلم في 1.5 مليون، ولكن بالوضع ده دلوقتي انا مش هوافق الا ب1 مليون دولار. الناس رفعت العرض ل 600,000 دولار. النادي الاهلي علشان الحاح اللاعب وعشان اللاعب قدامه 6 شهور، النادي الاهلي علشان الحاح اللاعب وعشان اللاعب قدامه 6 شهور فقط
وانه يوقع مجانا، اصبح انك قدامك فرصة انك بتحاول انك تطلع باكبر مكاسب ممكنة. الان الامر واقف عند النادي الاهلي عايز 750 الف دولار، علاوة على 15% اعادة بيع من توتال المبلغ كله، وبعد كده الامر يتم تنفيذه والقصة يتم تنفيذها بالنسبة لموضوع احمد نبيل كوكا. والحقيقة الكلام ده يطول شرحه، ولو قعدنا نتكلم على مين متسبب في القصة دي، بالتالي كل مديرين الكورة اللي تعاقدوا على منصب مدير الكورة في النادي الاهلي مسؤول طبعا مسؤولية كاملة، والمدير الرياضي مسؤول طبعا مسؤولية كاملة عن اللي بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي. ولازم حل جذري للقصة دي، لان مش كل شوية هيجي اللاعب يقول لك انا عايز امشي وانا هو ده العرض اللي موجود قدامك. فلازم ناخد بالنا من القصص اللي زي كده. بعض الناس عماله تتكلم فيه تقول لي خد بالك اصل ده كوبري البيراميدز. قول لي ايه اللي ممكن التصرف اللي ممكن تعمله؟ يعني ايه التصرف اللي واحد زي كوكا ده مثلا ممكن تعمله مع كوكا؟ تقول هجمدك؟ طب ما هو في اخر ال6 شهور هيروح يمضي البيراميدز اللي هو كوبري البيراميدز. يعني هو نفس القصه بالنسبه لاحمد عبد القادر، هي نفس القصه بالنسبه لعدد من اللاعبين. انت اللعيبه اللي انت وصلت معاهم فاضل لهم سنه وانت ما جددتش تعاقدهم، فانت لازم تتخطى المرحله دي، ولازم ما توصلش للمرحله دي في المستقبل. هناك أشخاص عندما يخرجون للحديث ويحاولون تجميل الكلام تعلم فورا أن هناك كارثة تخفى، لأنهم موظفون في القناة أو كانوا تحت تأثير الإدارة. كيف تقول إن المتبقي في عقد اللاعب 6 أشهر فقط وتعم هذا الكلام على الجماهير بقوة؟ ماذا تقصد بقولك إن المتبقي في عقده 6 أشهر؟ اللاعب ما زال أمامه سنة كاملة، وبعد 6 أشهر فقط يحق له التوقيع إذا تلقى عروضا. ألم تكن واضعا في حساباتك أنه ضمن قائمتك لهذا الموسم ولن يرحل؟ من الممكن أن يكمل عقده ويرحل مثلما فعل أكرم توفيق. على الأقل ستستفيد منه الموسم الحالي وتبحث عن بديل له لاحقا، لكن ما الذي يدفعه للرحيل الآن؟ أم أنه قال لك صراحة إنه لن يلعب ووضعك تحت قدميه كما فعل وسام؟ نريد تفسيرا واضحا لما نسمعه. وسام الذي كان يتبقى في عقده 3 سنوات غادر النادي رغما عن الجميع، وتجاوز الإدارة والنادي وعلم بقية اللاعبين ومعظمهم من الزمالك كيف يتصرفون، فيوقعون لأي ناد يدفع أكثر مثل بيراميدز أو غيره، ويتركون ناديهم دون اعتبار. كل هذا يحدث لأن لدينا إدارة تستحق ضرب البولغ. أتدري ما التصرف الذي ينبغي عليك فعله؟ بدلا من التذمر والعيش في الأوهام والترويج لأنك أنجح إدارة وأفضل ناد، بينما الواقع يقول عكس ذلك تماما، اعترف بحجمك الحقيقي. اعترف بأنك خاضع لإدارة فاشلة، وأن إدارة بيراميدز لو أراد طفل منهم إدارة نادي لصنع منك 10 أندية. فلتذهب وتتوضأ وتصلي 2 ركعتين ثم تذهب إليهم، إلى أولئك الذين يديرون بيراميدز، وتقبل أقدامهم وتطلب منهم أن يعلموك كيف تدار الأندية، أو أن يرسلوا لك من يدير إديك، لأنه إن استمر الحال على ما هو عليه فسنجد إديك قريبا في دوري الدرجة الثانية.